السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا رجالة؟ عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بأحسن حال. أول حاجة نذكر الله ونصلي على النبي علشان ربنا يبارك لنا في كل شيء. ده أول فيديو على الصفحة الجديدة. الناس اللي تعرفني والناس اللي متعرفنيش أحب أعرفكم بنفسي. أنا اسمي آدم طارق. كان عندي صفحتين على اليوتيوب. كان عندي صفحة اسمها آدم طارق غاوي الحمام الوزار، كانت عليها حوالي 16,000 متابع. الصفحة دي السبب ان الصفحة اتسرقت مني من حوالي 4 سنين. الصفحة دي كنت بقدم عليها محتوى حمام، وكان محتوى مفيد جدا وكان محتوى جميل جدا. وكان عندي صفحة تانية كانت اسمها آدم طارق الغاوي، كانت عليها 2,500 متابع. الحمد لله والشكر لله، ربنا يعوضنا خير في الصفحتين اللي اتسرقوا مني. فالسبب اللي خلاني اختفيت من على اليوتيوب الفترة اللي فاتت قوي اللي انا الصفحتين دول اتسرقوا مني. فبعد ما الصفحتين دول اتسرقوا مني انا ما كانش ليا نفس ان انا اعمل قناة تاني واقدم محتوى تاني، فكنت معتزل اليوتيوب بقالي حوالي 2 سنين. ففي ناس كتير عارفة ادهم فسألوا عليا الفترة اللي فاتت، بقالهم فترة بيسألوا عليا انت فين؟ ما بقتش تقدم محتوى ليه؟ صفحتك فين؟ وهكذا. علشان خاطر بس ما اطولش عليكم، فان شاء الله دي صفحتنا الجديدة. ان شاء الله هنقدم عليها محتوى جميل جدا، محتوى عن الحمام ان شاء الله باذن الله. اول حلقة هنقدمها على القناة ديت باذن الله هيبقى سلسلة ازاي تعمل زغاليل، ازاي تعمل زغاليل. فان شاء الله الفترة اللي جاية هتشوفوا فيديوهات مفيدة جدا عن محتوانا ده اللي احنا هنبتدي عليه على القناة ديت. هيبقى محتوى حمام، محتوى مفيد جدا بإذن الله. هنتكلم عن العلاجات، هنتكلم عن مواصفات الحمام ان شاء الله بإذن الله تعالى. هنروح نعمل لقاءات مع ناس غواي حمام كتير جدا، من اقوى الغواي الحمام باذن الله. هنروح نعمل معاهم لقاءات. بس قبل ما نعمل لقاءات مع الناس ديت باذن الله هنصور لكم محتوانا احنا الاول ان شاء الله. اول حلقه هنصورها لكم باذن الله على القناه ديت الجديده، هتبقى سلسله عن ازاي تعمل زغاليل، وهمشي معاكم خطوه بخطوه الف ب حمام. تمام. فان شاء الله باذن الله اللي جاي احسن باذن الله. هننزل نصور في الاسواق، هننزل نصور في سوق امبابه. انا من امبابه واتشرف ان انا من امبابه. باذن الله هننزل نصور لكم في السيده عائشه، هنصور لكم في اماكن كتير جدا باذن الله الفتره اللي جايه. وحبيت ان انا اعرفكم بنفسي واعرفكم ان انا كنت مختفي على اليوتيوب ليه. كنت مختفي من على اليوتيوب ليه؟ بسبب ان القناتين اتسرقوا مني. فالحمد لله انا راجع تاني وراجع بقوة باذن الله. فانا بحبكم واتمنى من كل شخص بيشوف الفيديو ده يا ريت ما ينساش يعمل لنا لايك واشتراك في القناة، وان شاء الله اللي جاي احسن. وانا بحبكم في الله، وكان معكم آدم طارق. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.